في الفيديو ده نتكلم على كل حاجة ليها علاقة بالسيلينج سكيلز من أول A to Z. ده كورس كامل معمول على 4 أو 5 حلقات، مش هتطلع منه غير وانت عندك مهارات اوعدك ان هي تكون مختلفة تماما على كل اللي انت بتشوفه في اليوتيوب. وده تواضع، لكن الحقيقة الكورس ده انا بذلت فيه مجهود كبير جدا 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 عشان تسمع حاجات مختلفة وتعرف تطبق الحاجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الفل والجمال. اهلا بيك يا صديقي العزيز. انا عارف ان انا اتاخرت عليك جدا في الكورس بتاع السيلينج سكيلز، لكن الحقيقة انا كنت بظبط السيت اب، بظبط الكورس عشان يبقى حاجة بكواليتي عالية جدا تليق بحضرتك او بحضرتك كمشاهد لهذه القناة في السيلينج سكيلز. مشكلة الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب، مشكلة التريننجز دايما ان هي بتبقى بمنطق اعمل الصح. اعمل ايه؟ انا مش عارف. باخد كورسات كتير، بقرا كتب كتير، لكن انزل اطبق، انزل انفذ، ده بيبقى صعب جدا عليا، ان الكلام اللي بسمعه ده بيبقى كلام موجود في الكتب. في الكورس ده ان شاء الله الكلام ده مش هيبقى موجود، هتتعلم حاجات تكون مختلفة جدا. ويلا بينا نبدأ على طول اول حلقة في الكورس. اول حاجة عايز ابدأ بيها، عايز احكي لك قصة مهمة جدا حصلت سنة 1894، حاجة اسمها ذا جريت هورس مانور، او المشكلة الكبيرة، الكرايسيس بتاعت فضلات الأحصنة. سنة 1894 كانت لندن، كانت نيويورك متقدمة جدا في فكرة التجارة، وبالتالي التجارة كان المحرك الأساسي ليها كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن عربيات الكارو، كان عبارة عن الشحن اللي موجود. بدأ بسبب التجارة اللي بتكتر جدا بدأ يحصل منور في الشارع، وبدأ يكون في منور فضلات أحصنة موجودة في الشارع بشكل كبير جدا. في بعض الأوقات بيتكلموا في لندن إنها وصلت ل 3 متر ارتفاع. الريحة صعبة جدا، الناس مش عارفه تتحرك، التجاره بدات تعطل، الكواليتي اوف لايف بدا يبقى فيه حشرات، وبدا فيه قرف موجود جوه المدينه. وكانت مشكله كبيره جدا، لان مع زياده التجاره اللي هي المفروض ان هي بتزود الفلوس، كان بيحصل مشاكل كبيره جدا بتبدا تاخد جزء من الفلوس ده، وتبدا تاخد جزء من ارباح التجاره دي لتصليح المشكله. عملوا ايه الناس؟ قعدوا مع بعض، بداوا يتكلموا على والله تعالى نحل المشكله. طيب نعمل ايه؟ الكونسولت اجتمعوا وقال لك انا عندي اول حل رائع جدا، احنا هنلبس الحصنه بامبرز، هنلبس الحصان حاجة تخليه بعد ما يخلص الفضلات بتاعته الشخص اللي مسؤول عنه يطلع يرميها. حصل، لكن المشكلة فضلت موجودة نتيجة ان الناس بدأت تاخد الفضلات ترميها فين؟ في المدينة برضو. فبدأ يبقى فيه نفس المشكلة نتيجة عدد كر وعربيات كتير جدا موجودة، الأحصنة كتيرة جدا موجودة في المدينة، ففضلت الريحة موجودة فيها مشكلة كبيرة جدا. اجتمعوا تاني، نعمل ايه؟ قال لك خلاص احنا نجبر الناس اللي شغالين في المجال ياخدوا الفضلات دي يرموها بره المدينه. رموا الفضلات بره المدينه، حصلت نفس المشكله، حصل مشكله في الزراعه اللي موجوده على حدود المدينه، بدا يبقى فيه هبو او حشرات بتتنقل المدينه، الريحه بقت صعبه جدا برضو من على حدود المدينه اللي جوه المدينه، بدا في مشكله في التجاره، الناس اللي داخله وخارجه من على حدود المدينه. اجتمعوا ثالث واجتمعوا رابع واجتمعوا خامس، محدش عارف حل. 1894 ده تاريخ مميز جدا، لانه بعدها باربع 5 سنين حصل حاجة غيرت العالم كله. هنري فورد في سنة 1894 بدأ في فكرة صناعة السيارات. هنري فورد عنده كود الحقيقة لازم تبقى انت عارفها، مهمة جدا. قال لك if I had asked people what they wanted they would have said faster horses. لو كنت سألت الناس انتوا عايزين ايه، الناس اللي شغالة في المجال بتاع الحركيه بتاعت التجاره، كان يقولي والله احنا عايزين حصينه اكتر، عايزين حصان اسرع، عايزين العربيه الكارو تبقى ماشيه بحصانين 3، محتاجين نلاقي طريقه ان احنا ازاي نخلي الحصان ما ياكلش بشكل يكون اكتر، لان الناس عندها نيد. دورك كبياع، دورك كسيلز، ازاي توجد حل للنيد الناس نفسها مش عارفاه. في كتير من الوقت انت كراجل سيلز انت بتبيع منتج، وده مش صح. الراجل السيلز الشاطر المفروض ما بيبيعش منتج، الراجل السيلز الشاطر او البنت السيلز الشاطره هي بتبيع حل لمشكله في الشخص اللي قدامك. الحل ده بيتمثل في ايه؟ بيتمثل في ان عندك منتج بتبيعه للشخص ده او للعميل ده. هنري فورد لما عمل العربيات جت في وقت كان فيه نيد للناس. لو كنت عرضت العربيات دي على الناس من 10 سنين قبل كده بسعر اغلى، تمشي بشكل بطيء جدا زي الحصنه، وايه الداعي؟ وانا ليه اخد عربيه؟ لكن لما كان في مشكله وكان في حاجه محتاجه حل مختلف، وجود الحل ده في وقت وجود المشكله، هنا بيجي دور البياع الشاطر. فدور حضرتك انك تعمل حاجه من الاثنين، او دور حضرتك تعملي حاجه من الاثنين. يا اما ان انا اوجد مشكله للعميل واحلها له، وده مش معناه ان انا ببيع له حاجه غلط او حرام او بضحك عليه. هديك مثال، عميل النهارده جاي يشتري منك دواء ضغط وانت واقف في صيدليه، او عميل النهارده جاي يشتري منك شقه في الشارع، وانا ممكن اقول له حضرتك مش بتدور على امان اكتر؟ لو انت عايز حاجه فيها سكيورتي احسن، المنطقه اللي انت بتشتري فيها دي كويسه، بس في نفس المنطقه في كومباوند في امان اكتر ومتصور. انا وجدت له مشكله، المشكله ان انت محتاج تبي
او تكون امن اكتر. لو انا النهارده جاي اشتري مني دواء ضغط، حضرتك محتاج تقيس الضغط بتاعك كل يوم، عندك جهاز ضغط، فانا برضو في نفس الوقت وجدت له مشكله ووجدت له الحل بتاعها. فدورك كسيلز مان انك تبيع حل، مش ان انت ابدا باي شكل من الاشكال تكون بتبيع منتج. طيب تعالوا ناخد الخطوات بتاعه البيع. البيع عموما في اي حاجه، الكورس ده مفيد جدا ليك ايا كان انت كنت شغال فين. شغال في مجال البي تو سي اللي هو البيزنس تو كونسيومر، بتبيع لناس، بتبيع لزباين لعملاء خارجيين، او بي تو بي بتبيع لبزنس تو بزنس، بتبيع لناس في شركات تانية او في مجال تاني، او العميل بتاعك مش اللي انت بتبيع له بشكل دايركت لكن هو بيستخدم المنتج لحد ثالث. السيلينج بروسيس او خطوات البيع عموما بتتمثل في 6 خطوات. اول خطوه خالص هي خطوه البروسبكت او الليد جنريشن، او ان انا ازاي اجيب العميل، ودي خطوه مربوطه اكتر بالماركتنج، وهنعمل عنها كورس ان شاء الله بالتفصيل في موضوع الليد جنريشن للناس او لزمايلنا اللي شغالين في مجال الماركتنج، وده ان شاء الله هيكون محدد. انت كراجل سيلز المفروض الشركه بتاعتك بتخدم عليك، او المكان اللي انت شغال فيه بيخدم عليك ان انت تكون معاك اوريدي عميل. انت شغال في مجال عقارات بيديك والله ارقام كولد كول او بيعمل لك كامبين. لو انت شغال في مجال الفارما يبقى عندك اوريدي لسته من الدكاتره. لو انت شغال في اي مجال تاني اوريدي يبقى عندك الكاستمرز بتوعك او العملاء بتوعك او الكلاينتس بتوعك. في مجال البنوك نفس الكلام، عندك لسه ارقام الناس اللي مسجله في البنك. انت المفروض بتبيع. فالليد جنريشن ده له علاقه بالماركتنج اكتر، فاحنا هنسيبه للجزء بتاع الماركتنج. طب انت كراجل بياع بقى او كراجل سيلز مطلوب منك كام خطوه؟ مطلوب منك 5 خطوات للبيع. اول خطوه خالص هي البلاننج او التخطيط. تاني خطوه هي الابروتش، انك تصل للعميل او تتواصل مع العميل. ثالث خطوه هي البرزنتيشن، انك تعرض المنتج بتاعك للعميل. رابع خطوه هي ادريسنج الكونسيرنز او انك ترد على مشكلات العميل. خامس خطوه هي الكلوزنج او الكوميتمنت، ان انت تقفل الديل. ودي انا عارف ان كتير جدا من الناس اللي بتتفرج على الكورس ده يبقى دايما عندهم مشكله ازاي اقفل الديل مع العميل. ان شاء الله في الكورس ده هنتكلم على كل الحاجات دي. تعال ناخد خطوه خطوه نتكلم عنهم واحده واحده، وبعدين نشوف ازاي نقدر نكون احسن في كل خطوه فيهم. اول خطوه خالص هي البلاننج. البلاننج مهم قوي، لان فشلك في التخطيط هو تخطيط للفشل. ده مش كلمتي، ده كلام بنجامين فرانكلين. قال لك if you fail to plan you are planning to fail. مفيش حاجه في الدنيا بتنجح من غير ما تكون مخطط لها. مفيش بياع في الدنيا او سيلز في الدنيا بيبيع منتج وهو مش عارفه. فجزء من البلاننج اول حاجه ان انا بعرف المنتج بتاعي. فانت النهارده ممكن تكون بياع شاطر جدا، شاطر جدا، اشطر حد في الدنيا. يجي المنتج بتاعك، العميل بتاعك يسالك عن المنتج بتاعك سؤالين 3 4 ما تعرفش تجاوب، بس انت عندك مهارات البيع، بس انت فقدت الثقه كشخص بالنسبه له. هو مش واثق فيك، هو مش واثق انك عارف انك بتقول. يعني مثلا انا حد كنت مره بشتري حاجه من حد، فكنت بساله عن المنتج، هو كان شاطر جدا وقعد يقنعني ومش عارف ايه. قلت له طب انا عايز اسالك سؤال، هو ده ينفع اخده معايا في كذا؟ بص على حسب، والله خليني اشوف. فمش عادي، مش شرط ابقى عارف كل حاجه. فبدا يخش على الانترنت ويشوف، بعد كده رد عليا قال لي ممكن تاخده في كذا. قلت له طيب بس انا اللي خدته في كذا انا خايف انه يبقى كذا. لا والله خليني اشوف لك. طب بص، دورك كسيلز انك تبقى كونسلتنت، انك تبقى مستشار. بص انا ارشح لك انك تاخد دي. انا طبعا ما سمعتش كلامه لان هو اصلا مش عارف هو بيبيع لي ايه. فرغم ان هو كان في الاول بياع وده منتج لطيف في حدود اللي هو عارفه، لكن ما خططش كويس للبيع، ما ذاكرش كويس هيبيع ايه، ما خططش كويس للبدايل، ما خططش كويس للاسئله اللي العميل ممكن يسالها له عشان يرد عليها يبان ان هو فاهم، وبالتالي العميل مش هيثق فيك. انت بتبيع مشكله حلها عندك، انت ما عندكش حل، فبالتالي هو مش هيشتري منك المنتج حتى لو عندك مهارات البيع. طيب عشان اعمل بلاننج محتاج 4 خطوات. محتاج افهم العميل، انواع العملاء، ومحتاج افهم النيدز بتاعت العملاء، وده هنتكلم عنه النهارده. محتاج ابريبير سوليوشنز او احضر حلول. زي ما انا كنت بتكلم، شغال في صيدليه، عميل جاي يشتري مني دواء ضغط، ممكن ابيع له ايه مع دواء الضغط؟ هو انا ممكن ابيع له حاجه مع دواء ضغط؟ ممكن طبعا، حتى في الصيدليه طبعا. عميل بياخد دواء ضغط والمنتج اللي انت بتبيعه له محتاج تبيع له معاه جهاز ضغط. عميل جاي ياخد منك مسكن بس الروشته بتاعته فيها مسكنات كتير جدا، طب ما هو محتاج حاجه للمعده، لجدار المعده مثلا. عميل جاي ياخد منك شقه عاديه، هيسالك انا عايز اشتري في العاصمه الاداريه الجديده، انا عايز اشتري في المنطقه الشماليه في الرياض. طب ايه هي الحلول، ايه هي السوليوشنز اللي عندك اللي ممكن تبيعها له؟ لازم تحضر اكتر من حاجه تكون جاهزه عندك. يعني ما ينفعش تبقى انت شاطر في منتج معين. يعني انا بشوف ناس كتير جدا مثلا واقفين في اجنس عربيات، هو شاطر قوي في النيسان، لكن لا لو سالته في البيجو مش هيرد عليك. ناس شاطره جدا في العاصمه الاداريه، لكن لو سالتها في الساحل الشمالي مش هترد عليك. ناس شاطره جدا في الايفون، لكن لو سالتها في السامسونج مش هيرد عليك. السيلز الشاطر اللي عنده اكتر من سوليوشن او اكتر من حل يناسب مشكله العميل، لان انت في الاخر
مش بتبيع منتج، انت بتبيع حل لمشكله، فلازم تبقى انت عندك حلول لاي مشكله تجيلك. اخر حاجه خالص، لازم تعمل لينكينج او تجهز تحضيره. هو ازاي العميل لما يجي يقول لي كذا هبيع له كذا بانهي طريقه؟ لازم عندك حلول، ودي برضو هنتكلم عنها النهارده. اول حاجه واهم حاجه واللي هيتبان عليها الكورس بالكامل هي ايه هي انواع العملاء. انواع العملاء هتحدد هتبيع للعميل ازاي، هتبيع للعميل ايه، هتبيع للعميل امتى، وما تبيعش للعميل ايه. في 4 انواع من العملاء موجودين ربنا خلقهم في الكوكب، وعلى فكره ال4 انواع دول مش عند العملاء بس، ده 4 انواعنا كبشر. انت لو بتتفرج على الكورس ممكن تخش تكتب السوشيال ستايل تيست وتشوف انت انهي نوع من انواع العملاء دول. وان شاء الله لما تشوف الكورس ده ابدا قيم الناس اللي موجوده حواليك عشان تتعلم وتجيد مهاره ان انا ابقى قاعد مع اول كلمتين 3 حتى من غير ما اتكلم، مجرد ما اوبزيرف او اشاهد او اتفرج على العميل اللي موجود، اعرف العميل ده هو ايه فيهم، او الشخص اللي موجود ده ايه فيهم. شوف والدتك، شوف اختك، شوف اخوك، شوفي جوزك، ابدا ان انت شوفي الناس اللي حواليكي انهي نوع من انواع السوشيال ستايل. 4 انواع من السوشيال ستايلز، 4 من العملاء. اول نوع خالص وده كتير جدا من الوطن العربي احنا يعني كتير مننا فيه، اللي هو الاكسبريسيف ده الشخص اللي هو بيعبر عن مشاعره. الاكسبريسيف تعرفه منين؟ تعرفه ان هو شخص unstructured، شخص غير منظم. تلاقي عميل جاي لك كده بيقول لك ايه، لو سمحت انا عايز اسالك على المنتج الفلاني، المنتج الفلاني كويس؟ فتلاقيه بترد لسه هترد عليه تقول له اه والله المنتج الفلاني كويس جدا، يقول لك انا بس انا اصل انا كنت بقارن بين منتجين، شايف التشتت والهبل والعبط ده، ده عميل انستراكشرد غير منظم. طب وانت بتكلمه المنتج ده، طب المنتج التاني كويس، طب انت انهي احسن، طب انت ايه رايك اخد ايه، طب تحب ايه فيهم؟ ده عميل اكسبريسيف، عميل بيعبر، بيتكلم، بيطلع كل اللي جواه. العميل ده بيحتاج ريكوجنيشن، بيحتاج يحس ان هو صح، بيحتاج يحس ان هو عارف هو بيقول ايه. فانت مثلا لما تيجي لو انت شغال في مجال مثلا له علاقه بالكونسيومر، تلاقي العميل ده واقف يبص على رف وتيجي تتكلم معاه تعرف انه اكسبريس، يقول على فكره بس انت ذوقك ممتاز جدا، انت واقف قصاد الحاجات او المنتجات اللي هي فعلا اوف كواليتي. يحتاج يحس ان هو ريكوجنايزد، يحس ان هو مقدر، ان هو عارف هو بيختار ايه. العميل ده عميل بيحتار، ده العميل اللي مبقاش عارف ياخد القرار، ده العميل اللي ممكن يقعد 3 مرات تشرح له نفس المنتج وتبيع له. وبالتالي العميل ده محتاج انك تضغط له على ما يسمى بالباينج سيجنال او الباينج بوتون، او ان انت تضغط على زرار البيع في دماغه. فالعميل ده ما تحيروش. احنا عندنا مثل مصري مشهور قوي قال لك ايه، لو خيرته حيرته، ولو حيرته طيرته. فالعميل اللي تحيره طيره. فانت محتاج ان انت النهارده تقف مع العميل ده، تسمع مشكلته، تسال الاول، تفهم انت بتدور على ايه نوع الموبايل، شايل الموبايل ايه، عايز ايه في الموبايل الجديد، البادجت اللي بتاعتك ممكن تشتري موبايل في حدود كام، سمعت كل التفاصيل. بص، احسن موبايل هيكون للي انت قلته لي ده بالظبط هو السامسونج زي فليب. اصل انا محتار، ما تحتارش، انا الموبايل ده باللي انت بتقول عليه انت بتدور على حاجه فيها كذا كذا كذا، ده احسن موبايل هيخدم الحاجه اللي انت بتدور عليها. محتاج يحس ان انت فاهم، فبالتالي بتخدم على الحاجه اللي هو بيقولها. تاني نوع من انواع العملاء هو الدرايفر، وده العميل اللي كتير من السيلز ما بيحبوش، لان الدرايفر ده شخص قافل، شخص دايركت، شخص قليل الكلام وما بيحبش ان هو يخش في تفاصيل كتير. الشخص الدرايفر ده ريزلت اورينتد، يعني يربط بالنتائج، يعني 1 زائد 1 بيساوي 2. فده محتاج حضرتك تخش له، تلاقي شخص قليل الكلام، السلام عليكم، صباح الخير، سمعت كنت بدور على موبايل بعد اذنك، وتلاقيه عنده ايجو، تلاقيه عنده غرور في نفسه كده، بدور على موبايل لو سمحت، حضرتك بدور على حاجه معينه، لا انا بس عايز الايفون. ريزلت اورينتد، اقلب على طول درايفر زيه، تو ذا بوينت، مباشر الى بدون كلام كتير الى النتيجه. مفيش مشكله، حضرتك بتدور على موبايل شكله عامل ازاي؟ والله انا عايز ايفون يعني اي نوع من الموجود، بس انا بدور على حاجه تكون الكاميرا بتاعتها كويسه. طلبك عندي، الموبايل اللي انت بتدور عليه ده ممتاز جدا، ده موبايل سعره كذا، قيمته كذا، والكاميرا بتاعته كذا، واعتقد ده مناسب جدا لطلبك. مباشر الى ما يريد. العميل ده دايما عايز يكسب، فما تخشش معاه في جدال، ما تحسسوش ان هو يعني طلع من المصلحه دي وين وين. عارف انت فكره انا كسبان وانت كسبان؟ لا، اديله احساس ان هو كسبان وانت خسران، ما عندكش مشكله. لكن ما ينفعش العميل ده يحس ان هو يعني ممكن يكون كسبان، ممكن يكون خسران. لا، حسسه ان على فكره انت النهارده حضرتك اخترت الشراء في وقت مناسب جدا، دي الفتره اللي الناس اللي مش هيشتري فيها هيندم بكره. عارف انت المبدأ ده، تحسسه ان هو كسبان كسبان كسبان. قليل الكلام، رخم، ما بيهزرش، ما بيقبلش الهزار، ده الشخص الدرايفر. وناس بتحب الناس اللي شبهها. لما تلاقي عميل اكسبريسيف ابتدي يتكلم انت كمان، وعبر عن مشاعرك، وقول له، واطلع فوق وانزل تحت معاه بالصوت،
لما تلاقي عميل درايفر اقلب زيه على طول، تو ذا بوينت، اهلا بيك، هقدر اساعدك ازاي، ده احسن حاجه ليك، اقدر اخدمك، فرصه سعيده، تشرفنا. تمام. طيب العميل ده خباك مش صبور، فما تطولش معاه في الكلام، يعني خليك على طول بشكل مباشر. تالت نوع عندنا اللي هو الاميبل، وده العميل اللي هو بقى ايه، تحس ان الاميبل ده له علاقه كمان بالسن. الشخص مننا كل ما بيكبر في السن كل ما بيبقى اميبل يعني شخص لطيف جميل كده، اجريبل، بيوافقك على اي حاجه. اهلا وسهلا يا حبيبي، ازيك، اخبارك ايه، اهلا وسهلا يا حبيبتي، طمنيني عليكي، لو سمحتي انا كنت بدور على موبايل، والله حاضر عينيا يا فندم، والله انتوا تعبانين خالص، ربنا يكون في عونكم. شخص بيشتري اللي بيحبه، مش بيشتري المنتج. فده محتاج بالطبيعه من غير ما انت يعني تسال فيها، ده شخص محتاج ان انت او انت تكوني على وفاق معاه، تجامليه، تكون لطيف، تعمل تشاتنج، تتعرف بيه، اهلا وسهلا، الف سلام عليك، طمنا، لو انت في صيدليه مثلا، الف سلام عليك يا حاجه، اتفضلي، ازاي اقدر اساعدك. والشخص الاميبل او المريض الاميبل او العميل الاميبل ايا كان انت شغال في اي مجال في السيلز، عنده مشكله كبيره جدا جدا، لو ما عرفتش تحلها مش هتعرف تبيع له اي حاجه. الراجل ده indifferent. يعني ايه indifferent؟ يعني الراجل ده كلكم زي بعض، كل المنتجات حلوه، كل العملاء حلوين، كل الادويه كويسه، كل الشقق لطيفه، يا عم في اي مكان، يا عم مش فارقه، 3 اوض زي اوضتين، الكومباوند ده زي الكومباوند ده، المنتج ده زي المنتج ده، اخد الحاجه دي ولا ما اخدهاش مش فارقه. طب ده indifferent، ما بيفرقش، كل واحد تعمل معاه ايه، تعمل معاه حاجتين اتنين. اول حاجه خالص، صر ان في فرق. لا حضرتك طبعا انا معاك مليون في المية، الاتنين واحد وكل حاجة، بس طبعا الجودة هنا بتختلف شوية. انت لما تشتري حاجة كل واحد طبعا اكيد هو كله كويس، مفيش حد، ما حدش قال حاجة وحشة، بس هو في فرق سعر، لان في فرق في الجودة. انا ليا صاحبي اشترى في الحتة الفلانية ودلوقتي بيشتري في الحتة الفلانية، انا ليا فلان خد المنتج لكن لما خد الابجريد بشكل مختلف تماما. صر ان في فرق، ما تقوحش العميل، لكن ما توافقوش ان مفيش فرق. الحاجة التانية، هو عميل بيشتري بالحب، حبه، صاحبه، اتكلم معاه، خليك لطيف، خلي العميل ده يكون فيه لويالتي ليك، جاي يشتري عشان محمد واقف، عشان ساره واقفه، عشان ابراهيم واقف، هو جاي يشتري عشانك انت، لان انت شخص عارف ازاي تتعامل مع البشر. من وجهه نظري المتواضعه، العميل الاميبل ده لو انت ما عندكش كوميونيكيشن سكيلز عمرك ما هتعرف تبيع للعميل ده باي شكل من الاشكال، فلازم تكون عندك كوميونيكيشن سكيلز وايموشنال انتليجنس عالي جدا. اخر نوع، وده النوع اللي احنا ممكن هنختم بيه الجزء الاولاني او الحلقه الاولانيه من الكورس، هو العميل الاناليتيكال. اخر نوع هو العميل الاناليتيكال، والعميل ده عميل لوجيكال. يعني ايه لوجيكال؟ يعني اناليتيكال، يعني بيحلل، يعني يحب يحسبها، يعني يمسك ورقه وقلم كده وراح جاي شادد خط، يكتب الميزات والعيوب، يسالك في كل التفاصيل، يبتدي اوحك في كل المعلومات، داخل اصلا مذاكر قبل ما يجي لك، عارف كل التفاصيل، لف على 3 4 غيرك. طب اعمل ايه مع العميل ده؟ ازاي ابيع للعميل ده؟ اول حاجه خالص، العميل ده الثانيه اللي هتغلط فيها في اي معلومه كل سنه وانت طيب. العميل ده لازم تكون شاطر قوي قوي في اللي انت بتبيعه، شاطر في المنتج، شاطر في القيمه، شاطر في المعلومه، شاطر في ما وراء المعلومه. فاول حاجه خالص، العميل ده عايز حد جاهز، عايز سيلز يكون شاطر جدا. تاني حاجه، العميل ده محتاج ان انت تطلع له كل الميزات والعيوب قدامه، انت فكر له، بس فكر له وخد له قرار. يعني قول له بص، تعال نحسبها مع حضرتك بشكل بسيط جدا. انت النهارده لو خدت اللابتوب ده بسعره كذا، امكانياته 1 2 3 4، وده بقى كويس جدا جدا ليك لو انت بتدور على 1 2 3 4. التاني ده سعره كذا، اغلى شويه، الميزات اللي فيه اكتر، 1 2 3 4، بتدور على كذا كذا كذا. بالحرق قلته لي، انا عارف ان انت بتدور على حاجه علاقه بالجرافيك، بالتالي انت عايز حاجه تكون اعلى شويه، ده كمان هيعيش معاك اكتر. فانا وجهه نظري انت ممكن تاخد ده دلوقتي، ولو احتجت انك تعمل ابجريد بعدين ممكن تعمل ابجريد في 1 2 3 4. فكر له بس خد له القرار، عرضت له الميزات، عرضت له عيوب، لانك لو سبته لوحده هو هيفضل طول الوقت عمال يحلل. ما تضغطش على العميل ده، لو قال لك انا محتاج اقعد افكر مع نفسي، قول له اتفضل فكر مع نفسك، سيبه فكر مع نفسه، وكل شويه اقعد ابعت له حاجه ليها علاقه انك تزقه على القرار. العميل ده محتاج يطمن انه ما بياخدش حاجه غلط. عايز اقول لك معلومه قبل ما اقفل الفيديو، مهمه قوي تبقى عارفها. البشر ربنا خلقنا ما بنحبش ناخد قرار غلط، ما بنحبش ناخد قرار نحس ان احنا ندمنا فيه. وبالتالي تلاقي كل الصناعات في العالم عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها والله سمول وميديوم ولارج. فئات العربيات بتنزل غالبا بثلاث فئات، الفئه الايكونوميك والفئه الميديوم والفئه اللكجريوس. الفكره من ده ايه؟ ان دايما هتلاقي الناس بتروح ناحيه الاختيار اللي في النص. عارف ليه؟ عشان انا اختيار في النص ممكن ما يبقاش صح، بس اكيد مش هبقى غلط. لو اخترت اعلى حاجه، لو اخترت اللارج، لو اخترت اعلى فئه، انا ممكن اكون دفعت كتير على الفاضي. لو اخترت اقل فئه، انا ممكن اكون كنت محتاج حاجه اعلى من كده. فتلاقي الناس دايما في اي مثلا فئه عربيات اكتر حاجه بتتباع فيها الفئه الميديم،
ولذلك لما في وقت من السنين مثلا كان في شركه من الشركات نزلت 50 فئه من العربيات في مصر مثلا، الموضوع فشل. السيلز نفسهم اصلا ما كانوش بيبيعوا العربيه. عندك 10 فئات، هو انا هعرف افرق بين كل؟ وانا فاضيلك؟ الاجانس بتاع العربيات ما بيبيعش. البشر عموما ما بيحسوش، ما بيحبوش يحسوا ان هم اختاروا غلط، بيحبوا يحسوا ان هو اختار في الامان. فالعميل بتاعك لازم يحس ان هو ما اختارش غلط. فلو هتديله منتج، طمنه ان المنتج اللي هو اخده ده منتج صح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب عشان تشوف باقي السلسله. ان شاء الله هننزل حلقه في الكورس كل اسبوع عشان تخلص سيلينج سكيلز بالكامل. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.